كام يوم بنتي جت قعدت جنبي وبصوت خجول قالت لي: ماما أنا بحب ولد. الجملة اللي تخلي قلب أي أم يقف نص ثانية، مش خوف قد ما هو صدمة صغيرة كده بين العقل والقلب. بس القرار اللي أنا خدته بعدها حقيقي غير علاقتي بيها. وساعتها كان عندي اختيارين: يا إما أزعل وأتعصب، يا إما أبقى الأمان اللي بتجري عليه مش الخوف اللي تهرب منه. فبكل هدوء بصيت لها وقلت: استني نشرب حاجة سوا ونحكي مع بعض. قعدنا وبهدوء قلت لها: بصي يا حبيبتي، الإعجاب ده مش غلط أبدا، بس لازم تعرفي إن مشاعرك في السن ده زي الموضة بتتغير بسرعة. وفكرتها بالفستان اللي كانت بتحبه جدا وكانت بتحب تلبسه كل يوم، ودلوقتي مش طايقة تبص عليه. وفكرتها برضو بالأكلة اللي كانت بتطلبها كل يوم ودلوقتي بتقولي أنا مش عايزاها. فالمشاعر في المراهقة بالظبط كده، بنحب ونعجب ونغير رأينا لأننا لسه بنتعرف على نفسنا. وقلت لها: علشان كده مش بنسمي الإحساس ده حب، لأن الحب مسؤولية كبيرة محتاجة سن أكبر، عقل أهدى، ونضج يخلي قراراتنا ثابتة مش بتتغير كل شوية. وده بيحصل لما بنكبر، لما نوصل سن الرشد بعد 21 سنة، ولما نعرف نختار صح ونشيل مسؤولية قراراتنا. بعدين اتفقنا على شوية قواعد: إن العلاقة تكون في النور مش في السر، وأي حاجة تضايقك توقفيها فورا، والكرامة والاحترام قبل أي حاجة، ومفيش أبدا انفراد، ومفيش تواصل خاص، لازم يكون في جروب. ولازم تعرفي إن المشاعر دي مؤقتة وبتروح وبتتغير. وفي الآخر بصت لي وابتسمت لي وقالت: أنا مبسوطة قوي إني حكيت لك. وقتها حسيت إن الدنيا كلها بتضحك لي، وقلت لها: وأنا مبسوطة أكتر إنك شايفاني صاحبتك. المراهقة مش خطر، لكن الخطر الحقيقي إننا نسيبهم يتعلموا من الشارع بدل البيت. كونوا أمان لبناتكم قبل ما تكونوا خوفهم.